السلام عليكم. مشاهدينا عبر قناة باختصار نيوز. أفادت إذاعة مونت كارلو الفرنسية نقلا عن مراسلها في دمشق بأن الرئيس السوري أحمد الشرع رفض طلبا تقدم به وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن إطلاق سراح معتقلين من الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو. وكان وزير الخارجية الجزائري قد زار قبل 3 أيام سوريا والتقى برئيسها الجديد أحمد الشرع. وعلى عكس الزيارات التي يقوم بها مسؤولو دول أخرى إلى دمشق، تعاملت وسائل الإعلام السورية الرسمية ببرودة مع زيارة المسؤول الجزائري. وقالت الإذاعة الفرنسية في تقرير على موقعها الإلكتروني إن هؤلاء المعتقلين كانوا يقاتلون في صفوف قوات بشار الأسد في محيط حلب، وألقت هيئة تحرير الشام القبض عليهم في الهجوم الذي شنته في أواخر نوبر والذي أدى لسقوط النظام. وأبلغ الشرع وزير الخارجية الجزائري حسب نفس المصدر أن العسكريين الجزائريين من رتبة لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري وميليشيات البوليساريو سيخضعون للمحاكمة إلى جانب بقايا فلول الأسد الذين تم القبض عليهم. كما أكد على أن جميع المعتقلين سواء من الجيش الجزائري أو البوليساريو سيعاملون وفق القواعد الدولية المنظمة لمعاملة أسرى الحرب. وقال مراسل الإذاعة إن هذا القرار تسبب في ارتباك تصريحات وزير الخارجية الجزائري، ما يظهر مدى حساسيتها في العلاقات بين البلدين. ويبدو أن السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد لم يترك الفرصة للنظام الجزائري لترحيل جنوده من سوريا، علما أن حلفاء الأسد الآخرين تمكنوا من إخلاء مقاتليهم مثل إيران وحزب الله اللبناني وبعض الميليشيات العراقية الشيعية. ونظام بشار الأسد هو النظام العربي الوحيد في الدول العربية بالشرق الأوسط الذي يعترف بجمهورية البوليساريو.